ازيكم؟ معاكم أدري، اتفضلوا معايا. اتحاد الكرة بيعين محمد يوسف مديرا فنيا مؤقت للمنتخب، ودي خطوة بالنسبة لي كويسة لأن محمد يوسف واحد دماغه كويسة جدا من أيام جوزيه، وهو متدرب كويس على إيد جوزيه، وبعد كده حسام البدري اللي عملوا إنجازات، وهو لما مسك الأهلي عمل إنجازات. فهي كفترة انتقالية كويسة، وده يديلك الوقت إن أنت تاخد وقتك وتدور على حد كويس في نظري يكون مصري، لأن ده هيبقى أفضل للمنتخب وأوفر للبلد. كل الإنجازات اللي تمت للمنتخبات الوطنية كانت على إيد مدربين مصريين، مش حاجة تانية. فأتمنى إن هم يراجعوا اللقطة دي كويس جدا وما يصروش على المدير الفني الأجنبي. اللقطة التانية، اتحاد الكرة يقرر إلغاء منصب المشرف العام على المنتخب اللي كان بيشغله حازم إمام، ودي خطوة بالنسبة لي كويسة جدا، لأن اتحاد الكرة المفروض يبقى قاعد مختص ومركز في حاجات معينة جدا. مش لازم يبقى عندنا مشرف عام للكرة يبقى منصب جديد.